في يوم من الأيام هتيجي علينا لحظة، اللحظة اللي هيقف عندها كل حاجة، الساعة قامت. الناس كلها هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. في ناس هتنعم في الجنة، وفي ناس تانية هيبقى مصيرها النار، نار جهنم اللي ربنا وصفها إنها بتتأجج وتشتعل. نار مش بيتحملها جبل، فازاي إنسان ضعيف زي وزيك هيستحملها؟ النهاردة هنتكلم عن ليه في ناس هتدخل النار، حقائق مرعبة يمكن تغير حياتك قبل ما يفوت الأوان. أول ناس هم الكفار والمنافقين اللي كذبوا بآيات ربنا وقالوا مش عايزين نؤمن ورفضوا الحق. ربنا قال عليهم لهم نار جهنم خالدين فيها، يعني العذاب مستمر إلى ما لا نهاية وإلى أجل لا يعلمه إلا الله. وفي معلومة صغيرة عايز أوضحها، إن معظمنا بقوا منافقين دلوقتي. طب إيه هو النفاق الأول بس عشان نبقى فاهمين؟ إن أنت مثلا تنافق شخص، تقول في وشه كلام وفي ظهره كلام تاني. احذر يا صديقي، الحوار مش لعبة، احذر تكون من أول أهل النار. كمان الظالمين والمتكبرين اللي شايف نفسه أحسن من الكل، واللي بيتعالى على الناس وبيقول أنا فوق أي حد. ربنا قال أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ في كمان العصاة اللي مش بيتوبوا، مش مجرد ذنب وخلاص، لا ده إصرار، مصر إنه يعمل نفس الذنب كل يوم، نفس المعصية من غير أي نية للتوبة. وعلى فكرة النار مش مجرد لهب، دي وحش جعان، وقودها مش خشب ولا حطب، دي وقودها الناس والحجارة. طب الناس اللي جوه النار هيلاقوا أكل ياكلوه؟ أيوة هيلاقوا أكل. طب إيه هو الأكل ده؟ شجرة اسمها الزقوم، الثمار بتاعها عاملة زي رؤوس الشياطين، بياكلوا منها غصب عنهم، وأول ما بتنزل جواهم النار بتشتعل جواهم أكتر. ربنا ما يكتبها على حد فينا. وشرابهم مش مية عادية، ده حميم بيغلي، أول ما بينزل في بطونهم من كتر سخونته بيقطع الأمعاء. أو صديد، الصديد ده بيسيل من أهل النار وبيشربوه تاني. ده غير السلاسل والأغلال، ناس هتتسحب بالسلاسل على وشهم في النار، منظر مرعب ما يتوصفش. انا كده يا صديقي اديتك نبذة عن بعض انواع العذاب اللي موجودة في النار. تعالى بقى اقولك ايه الاسباب اللي بتخلي الواحد يدخل النار اصلا، اللي بتخلي الواحد يضيع نفسه للدرجة دي. اول حاجة هي ترك الصلاة، اللي ضيع صلاته ضيع دينه كله. طب تاني حاجة هي اكل اموال الناس بالباطل، سرقة، نصب، رشوة، افتراء، كل دي كبائر بتؤدي إلى النار. تالت حاجة هي الزنا والفواحش، طريق للهلاك وقلة الرزق والمصايب في الدنيا، وتؤدي إلى نار جهنم في الآخرة. رابع حاجة هي عقوق الوالدين، في ناس كتير قوي مستهونة بالحوار ده، لكنه من أكبر الكبائر اللي بتؤدي إلى النار. خامس حاجة هي الرياء والنفاق، بتعمل الحاجة عشان الناس مش لله، ماشي بمبدأ يا حلوة شوفيني ويا كاميرا صوريني. انت بتعمل الحاجة عشان الناس تقول ده بيعمل وبيعمل وبيودي وبيجيب، ما بتعملش الحاجة لوجه الله. صلى على النبي يا صديقي، زيد النبي صلى، كمان واحد عشان خاطري. ايوه كده، خلينا ناخد شوية حسنات بدل ما احنا مقضينا ذنوب كده. الجزء الرابع من القصة يا صديقي وهو لحظة دخول النار، أعوذ بالله من غضب الله. تخيل يا صديقي معايا المشهد كده، الملايكة رابطة أهل النار بسلاسل وبتجرهم للنار، والأبواب فجأة بتتفتح بصوت مرعب ومهلك، وفي دفعة نار بتخرج كأنها وحش مستني ضحاياه بفارغ الصبر، في صوت صريخ، في روايح نتنة. وأول ما بيدخلوا النار بتطبق عليهم من كل مكان وبتقفل عليهم والعياذ بالله. وقبل ما أكمل تعالى بس أوريك كده مشاهد إحنا عملناها بالذكاء الاصطناعي عن تخيلنا لشكل النار، ومن كتر الرعب اللي هتترعبه برضه خليك عارف إن مش هو ده النار، ده تخيل البشر بس. ما بالك بقى النار اللي بجد عاملة ازاي لما المنظر اللي جاي ده هيرعبك.
مفيش موت يريحهم من اللي هم فيه ده. اخر جزء يا صديقي هو الجزء الخامس. يمكن انت دلوقتي بتقول طب هل في امل؟ في امل ارجع لربنا واستغفر ربنا على الذنوب اللي انا عملتها دي؟ احب اقول لك في امل وفي عفاف كمان. باب التوبة مفتوح في اي وقت، مهما عملت ومهما عصيت ربنا ومهما شلت جبال ذنوب فوق كتافك، وقت ما ترجع لربنا هيريح قلبك وهيطمنك وهيقربك منه اكتر. ان الله غفور رحيم. بس بص، الحق نفسك، محدش ضامن عمره. الثانية اللي انت بتسمعني فيها دي في ازيد من 10 حول العالم ماتوا. احمد ربنا انك مش منهم وقوم بسرعة الحق نفسك وتوب. جهنم مش اسطورة، جهنم مش خرافة، ده وعد حق من رب العالمين. كل واحد بيسمعني يراجع نفسه، لان اللحظة اللي هتقف فيها قدام ربنا مش هتلاقي غير عملك انت وبس. الحق نفسك قبل ما باب التوبة يتقفل، وبعد كده مش هيبقى فيه غير جنة